السلام عليكم. لسه شايف فيديو بيقول انك لازم عشان تنجح تكون بجح. يعني مثلا تعمل فيديوهات كتير وناس يقول لك ايه القرف اللي انت بتعمله ده، ومع ذلك تكمل تعمل فيديوهات تاني. انك مثلا تكون بتلعب ماتش وعمال تضيع في انفرادات كتير جدا، تضيع كتير 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 جدا، تفضل تشوط وتضيع تشوط وتضيع برضه. بعدها يجي الفريق ضربة جزاء فتقرر ان انت تشوطها وتضيعها. بعدها بعد وقت تفضل تشوط كمان وتضيع، تشوط وتضيع، تضيع انفرادات. فتيجي ضربة جزاء لفريقك فتقرر انك تشوطها برضه، بس تجيبها المرة دي مش تنح وبجح وكمان فاشل بقى هاتها تشوط ضربة الجزاء التانية برضه وتجيبها جول. فالمهم انت عشان تكون انسان ناجح، وديت ميزة مشتركة بين كل الناس الناجحين، انهم ناس تنحة، انهم مهما خسروا بيقدروا يقوموا تاني ويكملوا. والميزة ديت جيلنا بيفتقدها بسبب التشتت وسرعة الملل، ان احنا بنمل بسرعة، ولما بنفشل في حاجة ومبننجحش فيها من اول مرة بنسيبها على طول ونتجه لحاجة تانية. فمن اجل ان تكون شخص ناجح يجب عليك ان تتعلم ان تكون انسان بجح او تنح. سلام.